الدنيا كانت حر خنيق. جوزي مسافر بقاله أسبوع، وأنا قاعدة لوحدي مع صمت الحيطان. فجأة التكييف قرر يخذلني ووقف. طلبت شركة الصيانة وقالوا لي ساعة والفني هيكون عندك. لبست حاجة خفيفة ولميت شعري أي كلام، وكنت فاكرة إن اللي هيجي ده راجل كبير في السن هيدخل يصلح ويمشي. لكن أول ما الباب خبط وفتحت لقيت قدامي آدم، شاب يمكن في أواخر العشرين، طويل أسمر بملامح حادة وعيونها فيها نظرة غريبة، نظرة ذكية بزيادة. اتفضل، التكييف جوه في الأوضة دي، قلتها وأنا بشاور بإيدي اللي كانت بتترعش خفيف. تمام يا فندم، ثواني وهيكون زي الفل. رده كان هادي وصوته فيه بحة خلت قلبي يدق دقة زيادة. دخل الأوضة وأنا وقفت على الباب بتابعه. كان بيتحرك بخفة، قلع قميصه الخارجي وبقى بالتيشيرت الكات، وعضلات دراعه كانت باينة وهي بتتحرك مع كل مسمار بيفكه. المكان كان ضيق وكنت بضطر أقرب منه عشان أوريه مكان مفتاح الكهرباء. في لحظة وشي بقى في وشه، المسافة ما كانتش تزيد عن سنتيمترات. شميت ريحة عطر مختلطة بريحة شغل، مزيج غريب بس جذاب جدا. هو مسكتش، فضل باصص في عينيا ثواني كأنها ساعة. حضرتك شكلك قلقانة من حاجة؟ سألني بصوت واطي وهو بيقرب خطوة كمان. لا أبدا، بس الحر مأثر عليا، رديت وأنا بحاول أرجع لورا بس خبطت في الدولاب. حط إيده على الدولاب ورايا وبقى محاصرني. الجو ما كانش بس حر من التكييف العطلان، الجو كان مشحون بكهرباء غريبة. بدأ يتكلم عن الشغل بس عينيه كانت بتقول كلام تاني خالص. كان بيحكي عن إزاي القطع الصغيرة بتأثر في المكنة الكبيرة، وأنا كنت سرحانة في حركة شفايفه. مرت ساعة وهو لسه شغال وأنا مش قادرة أسيبه وأخرج. كنت بجيب له مية وإيدينا لمست بعض وهي بتمسك الكوباية، لمسة كهربت جسمي كله. هو ما أسحبش إيده بسرعة، سابها ثانية زيادة، ثانية كانت كفاية إنها تقلب كياني. لما خلص وقف قدامي وهو بيمسح العرق من على جبينه وقال لي بابتسامة هادية: التكييف اشتغل، بس الأوضة لسه محتاجة وقت عشان تبرد، ولا تحبي أستنى معاكي لحد ما تتأكدي إن كل حاجة تمام؟ بصيت للباب وبصيت له. كنت عارفة إن سؤاله مش مجرد صيانة، دي كانت دعوة لمنطقة خطر. بس الغريب إن قلبي كان بيقول لي خليه يستنى شوية كمان. بصيت في عينيه اللحظة وحسيت إن صوت ضربات قلبي مسموع في الأوضة كلها. الصمت كان ثقيل، بس كان فيه كلام كتير بيتقال من غير ولا كلمة. استنى، أقصد أتأكد بس إن الجهاز مش هيفصل تاني. قلت الجملة دي وأنا بحاول أهدي نفسي، بس هو ابتسم ابتسامة خفيفة كأنه كان عارف إني مش عايزاه يمشي. قعد على طرف الكرسي اللي قدام السرير، وأنا قعدت بعيد شوية بس عيني كانت بتراقبه. كان بيمسح إيديه بمنديل، وحركات إيديه كانت هادية ورزينة بشكل يستفزني. فجأة سألني وهو عينه لسه في الأرض: هو حضرتك عايشة لوحدك هنا؟ البيت هادي زيادة عن اللزوم، جوزي مسافر شغل وكده. رديت بسرعة كأني بدافع عن نفسي من تهمة مش موجودة. قام وقف ومشي ناحية الشباك كأنه بيشوف المنظر بره، وبعدين لف ليا فجأة وبصلي بتركيز. الوحدة صعبة، بالذات لواحدة زيك. ملامحك بتقول إنك محتاجة حد يسمعك، مش بس يصلح لك تكييف. الكلمة لمست وتر حساس جوايا. قربت منه من غير ما أحس ووقفت جنبه عند الشباك. الهواء اللي بدأ يخرج من التكييف كان ساقع، بس أنا كنت حاسة بنار في وشي. أنت ليه بتقول كده؟ أنت ما تعرفنيش، قلتها بصوت واطي ومبحوح. ساعات الغريب بيشوف اللي القريب ما بيشوفوش. قال الجملة دي وهو بيقرب إيده من وشي كأنه بيشيل شعرة كانت نازلة على عيني. صوابعه لمست بشرتي لدقايق وحسيت ببرودة إيده مع سخونية جسمي. اللحظة دي الزمن وقف فيها فعلا. سحبت نفس طويل وحسيت إن ركبي مش شايلاني. لمسة صوابعه لوشي كانت رقيقة بس جريئة، كأنه بيختبر صبري أو بيجس نبضي. عيونه كانت ثابتة على عيوني، ما تهزتش ولا لحظة، وكأنه بيقرأ كتاب مفتوح. أنت بتعمل إيه؟ قلتها بهمس، بس ما كانتش جملة اعتراض، كانت أقرب لطلب توضيح أو يمكن دعوة لأنه يكمل. هو ما بعدش، بالعكس قرب أكتر لحد ما بقيت حاسة بحرارة نفسه على خدي.
قال لي بصوت واطي جدا يكاد يكون وشوشة: بعمل اللي كان لازم يتعمل من أول ما دخلتي. انتي جميلة يا سلمى، جميلة لدرجة تخلي أي راجل ينسى هو جاي يعمل إيه. اسمي وهو طالع من بين شفايفه كان له طعم تاني. نسيت التكييف ونسيت الشقة ونسيت جوزي اللي مسافر ونسيت الدنيا كلها. لقيت نفسي من غير وعي بسند بإيدي على دراعه. العضلات تحت إيدي كانت مشدودة وقوية، وده زود إحساسي بالضعف قدامه. آدم، انت لازم تمشي. قلتها الكلمة دي وانا لسه ماسكة في دراعه، فكانت طالعة مهزوزة ومش مقنعة خالص. عايزاني امشي فعلا؟ سألني وهو بيحط ايده التانية على وسطي ببطء وسحبني ناحيته خطوة صغيرة خلت مفيش بينا اي مسافة. في اللحظة دي النور قطع، الضلمة غطت المكان فجأة وما بقاش فيه غير صوت نفسنا العالي وريحة عطره اللي ملت مناخيري. وسط الضلمة حسيت بإيده بتتحرك على ظهري وحسيت بجسمي كله بيكرعش. التوتر اللي كان موجود طول الساعة اللي فاتت انفجر في لحظة واحدة. ما قدرتش أقاوم أكتر من كده وغمضت عيني، استسلمت للضلمة وللمشاعر اللي بقالي سنين دفناها، وحسيت بشفايفه بتقرب من ودني وبيهمس. الضلمة أحيانا بتبين الحقيقة اللي بنخاف نشوفها في النور. في وسط الضلمة دي حواسي كلها اتفتحت، ما بقتش سامعة غير صوت دقات قلبي اللي كانت بتدب في صدري زي الطبلة، ونفسه هو اللي كان بيعلى ويوطى بانتظام مستفز. ايده اللي كانت على وسطي بدأت تتحرك ببطء، حركة هادية بس واثقة، كأنه بيرسم طريق على جسمي. كنت حاسة ببرودة الخاتم اللي في ايده وهي بتلمس جلدي، والبرودة دي كانت بتعمل كهربا في كل حتة فيا. آدم، احنا بنعمل غلط، قلتها وانا دفنة وشي في كتفه بهمس مكسور، بس بدل ما ابعد لقيت نفسي بتمسك فيه اكتر، كأني خايفة يختفي في الضلمة. الغلط هو اننا نكتم اللي حاسين بيه يا سلمى. الغلط انك تكوني لوحدك والجمال ده كله بيتحرق في الصمت. رد عليا وهو بيميل براسه وبدأ يطبع بوسات رقيقة جدا على رقبتي. بوسات كانت خفيفة زي النسمة بس تأثيرها كان زي النار. جسمي كله اتخشب في الأول وبعدين بدأ يلين بين إيديه. رفعت إيدي ولمست شعره، كان ناعم وبدأت صوابعي تتغلغل فيه. في اللحظة دي هو رفع راسي بإيديه الاتنين وبقينا وش الوش في الضلمة. ما كنتش شايفة عينيه بوضوح، بس كنت شايفة اللمعة اللي فيهم، لمعة كلها رغبة وتحدي. قرب أكتر والمرة دي اللمسة كانت أقوى. شفايفه لمست شفايفي في بوسة طويلة كانت خالية من الاستعجال، كأنه بيدوق طعم اللحظة اللي استناها من أول ما دخل الشقة. حسيت بالدنيا بتلف بيا والحيطان اللي حواليا اختفت، ما بقاش فيه غيري أنا وهو والضلمة وصوت المطر اللي بدأ يخبط على الشباك فجأة كأنه بيعزف معانا كمان. سحبني ببطء وهو لسه محوطني ومشينا خطوات صغيرة لحد ما ظهري لمس السرير. مسك إيدي وباس كفي بكل حنية وبص في عينيا وقال لي: لو عايزاني أوقف دلوقتي قوليها وهخرج من الباب ده فورا وكأن مفيش حاجة حصلت. بصيت له وأنا بنهج، كنت عارفة إن الكلمة اللي هقولها دلوقتي هتغير كل حاجة، يا إما أرجع لبرودي ووحدتي يا إما أعيش اللحظة دي للآخر مع الغريب اللي خلى دمي يغلي في عروقي. سكت لحظة. اللحظة دي كانت أصعب اختبار عديت بيه في حياتي. كنت شايفة خياله قدامي في ضي المطر اللي جاي من الشباك، راجل بكل معنى الكلمة واقف مستني إشارة مني. لو قلت امشي هينتهي كل حاجة وارجع لسجني الهادي، ولو سكت هفتح باب مش هعرف أقفله تاني. مديت إيدي ولمست كتفه العريض وسحبته ناحيتي براحة. دي كانت إجابتي. آدم ما فكرش مرتين، قعد جنبي على السرير وحسيت بمرتبة السرير بتهبط تحت وزنه. قرب مني وهمس في ودني بصوت كله رعشة: انتي اللي اخترتي يا سلمى، ما تلوميش غير قلبك. بدأ يفك شعري اللي كنت لماه وبدأ يقرب أكتر. المرة دي ما كانتش بوسة وبس، دي كانت حالة من الاندماج. كنت حاسة بحرارة جسمه بتنتقل ليا وكأن جسمي كان سقعان وبدأ يدفى. إيدي كانت بتتحرك بجرأة أكبر بس بذكاء، عارف هو بيعمل إيه وعارف إمتى يلمس وإمتى يستنى. وأنا
كنت زي الواحدة اللي كانت عطشانة ولقيت مية. كنت مستجيبة لكل حركة بيعملها، بطلع تنهيدات مكتومة كنت بحاول أكتمها في كتفه عشان صوتي ما يطلعش بره الأوضة. آدم، أنا خايفة، قلتها وسط أنفاسي المقطوعة. خايفة مني؟ سألني وهو بيبص في عيني بتركيز. لأ، خايفة من نفسي، خايفة إني ما كنش عايزة اللحظة دي تخلص. ضحك ضحكة مكتومة ودافية وشالني براحة كأني حتة كريستال خايف عليها تتكسر. في اللحظة دي النور جه فجأة، بصينا لبعض في النور، كان شكلنا مرتبك، شعري منكوش وعينيه هو كان فيها نظرة انتصار ممزوجة بحب. قمنا ووقفنا إحنا الاتنين والتوتر رجع تاني بس بشكل مختلف. التكييف بدأ يخرج هوا ساقع فعلا، بس الأوضة كانت لسه مولعة نار. آدم عدل تيشيرته وقرب مني باس راسي وقال بصوت واطي: أنا كده خلصت شغلي يا سلمى. التكييف اتصلح، بس تفتكري في حاجات تانية في البيت محتاجة تتصلح؟ غمزلي وهو بياخد شنطة عدته، وأنا وقفت مكاني مش عارفة أقوله يمشي ولا أقوله خليك. آدم مشي بس ريحته فضلت مالية الأوضة، وصوت خطواته وهي بتبعد في الممر كان بيضرب في دماغي زي الطلقات. قفلت الباب وراه وسندت ظهري عليه وغمضت عيني وأنا بنهج، كنت حاسة إن جسمي لسه فيه كهربا من لمساته. دخلت الحمام، بصيت في المراية، شفت واحدة تانية خالص، عينيها فيها لمعة غريبة وشفايفها لسه دافية. كنت بسأل نفسي أنا عملت إيه؟ وإزاي سبته يقرب كده؟ بس في نفس الوقت كان في صوت جوايا بيقولي إني كنت محتاجة أحس إني ست، محتاجة حد يشوفني بجد. وتليفوني نور، رسالة من رقم غريب، فتحتها وقلبي هيقف، كانت منه. نسيت أقولك، بس لو حسيتي بسخونية زيادة في المكان كلميني فورا، أنا تليفوني ما بيفصلش. ابتسمت غصب عني ولقيت صوابعي بتكتب الرد من غير تفكير. أفتكر إن السخونية مش من الجهاز يا آدم، وإنت عارف كده كويس. ما ردش عليا بالرسايل. فجأة لقيت الموبايل بيرن، رديت وصوتي بيترعش. أيوة، صوتك لسه فيه الرعشة اللي إياها. عارفة يا سلمى، أنا من ساعة ما خرجت وأنا بفكر في ريحة شعرك، وبفكر في اللحظة اللي النور جه فيها وكنتي بتبصيلي بخوف ومكابرة. آدم، اللي حصل ده كان لحظة ضعف، إحنا مش لازم نكرره. لحظة الضعف هي اللي بتبين إحنا محتاجين إيه بجد. وأنا مش ندمان، وإنتي كمان مش ندمانة. أنا هكون عندك بكرة في نفس الميعاد عشان أطمن على الشغل. تفتكري هتفتحيلي الباب؟ سكت، بصيت لسريري الهادي وشفت في خيالي صورة آدم وهو واقف في الضلمة. الباب مش هيتقفل يا آدم، بس المرة دي مش محتاجة النور يقطع عشان أشوفك. قفل المكالمة وسابني في حالة من الانتظار اللي يجنن. الليل ده كان أطول ليل مر عليا، كنت بقلب في رسايله وبفتكر ملمس إيده وبخطط في دماغي لبكرة، بكرة اللي هتبدأ فيه الحكاية بجد، بعيد عن أعطال التكييف ومواسير المية. تاني يوم الشمس كانت طالعة، بس أنا كنت حاسة إني في عالم تاني. قمت من النوم بدري، وقفت قدام الدولاب أكتر من ساعة. كنت بختار لبسي بعناية، حاجة تبان عادية بس تكون قاتلة. لبست فستان صيفي رقيق وسبت شعري يطير على ظهري، وحطيت نفس البرفان اللي شم ريحته فيا امبارح. كل دقة ساعة كانت بتوترني أكتر. الساعة جت 4، الميعاد اللي قالي عليه، وفجأة الباب خبط. المرة دي ما كانتش خبطة صنايعي جاي يشتغل، دي كانت خبطة حد عارف هو داخل فين وليه. فتحت الباب ولقيته واقف قدامي، ما كانش لابس لبس الشغل، كان لابس قميص اسود شيك، وفتح أول زرارين وعينه فيها نفس اللمعة اللي جننتني. دخليني يا سلمى، الجو بره حر وأنا مش قادر استنى في الممر أكتر من كده. دخل وقفل الباب وراه برجله، ومن غير ولا كلمة شدني من وسطي ورفعني لفوق، رجلي ما لمستش الأرض. دفن وشه في رقبتي وفضل يشم ريحتي كأنه كان محروم منها سنين. وحشتيني، اليوم ده عدى عليا كأنه سنة. همس بالكلمة دي وهو بيحطني على الأرض. انت جيت ليه يا آدم؟ انت عارف اننا بنلعب بالنار،
قلتها وأنا بحاول أبان قوية، بس إيدي كانت بتلعب في ياقة قميصه وتشده ناحيتي. ما هو ده اللي أنا عايزه، نتحرق سوا. سحبني من إيدي ودخلنا الصالون، قعد وقعدني على رجله. الموقف كان فيه جرأة ومكاشفة ما كنتش متعودة عليها. بدأ يحكي لي عن نفسه، عن حياته، وعن إنه من أول ما شاف اسمي على أوردر الصيانة وهو حس بحاجة بتشده. وأنا كنت بسمع ومركزة في طريقة كلامه، في حركة إيديه وهو بيشرح، وفي نظراته اللي كانت بتنزل على جسمي وتطلع تاني لعنيا بجرأة تخوف وتجذب في نفس الوقت. سلمى، أنا مش عايزة أكون مجرد غلطة في حياتك، أنا عايزة أكون الحقيقة اللي بتفتكريها كل يوم قبل ما تنامي. قرب مني وبدأ يفك زراير قميصه هو، وقال لي بصوت واطي ومحشرج: ساعديني، القميص ده خانقني زي ما الوحدة خانقاكي. مديت ايدي المرتعشة وبدأت أفك الزراير واحد ورا التاني، وكل زرار بيتفك كان بيكشف عن جزء من جسمه اللي كان بيخليني أنسى أي وعود أو مبادئ. الصمت في الشقة ما كانش فيه غير صوت أنفاسنا اللي بدأت تعلى وتختلط ببعضها، والستاير كانت مقفولة. القميص وقع من على كتافه، وبقيت شايفة ملامح جسمه بوضوح تحت ضوء الصالة الهادي. ملمس جلده كان سخن، وكل ما صوابعي تلمس حتة فيه كنت بحس برعشة بتسري في جسمي كله. آدم ما كانش مجرد راجل غريب، في اللحظة دي كان هو الملاذ. سحبني أكتر لحضنه وبقيت حاسة بدقات قلبه قوية ومنتظمة ضد صدري. مال عليا وهمس في ودني بصوت كله رغبة: انسي كل حاجة يا سلمى، انسي الباب، وانسي الوقت، وانسي إن في حد في الدنيا غيرنا. بدأ يطبع بوسات هادية وعميقة على كتفي وينزل ببطء لمناطق كانت عطشانة للمسة دي من سنين. كنت مغمضة عيني ومسلماله تماما، حاسة إن وزني خفيف كأني طايرة. إيده كانت بتتحرك بحرفية، بيفك سوستة الفستان ببطء مستفز وكأنه بيستمتع بكل لحظة توتر بمر بيها. آدم، أنت بتعمل فيا إيه؟ قلتها بنهجة طالعة من أعماق قلبي. برجع ليكي روحك اللي كانت مطفية، رد عليا وهو بيبص في عيني بنظرة مليانة سيطرة وحنية في نفس الوقت. الفستان نزل من على كتافي، والجو في الصالة بقى مشحون بطاقة لا توصف. هو قام وقف وشالني بين ايديه بسهولة، ومشي بيا ناحية أوضة النوم. المرة دي ما كانش فيه ضلمة تدارينا، كنا شايفين بعض بوضوح، شايفين الرغبة والخوف والشوق في عين بعض. بدأ يمرر إيده على وشي، وبدأنا نغرق في عالم تاني خالص، عالم ما فيهوش غير ملمس الجلد وصوت الأنفاس المكتومة والهمسات اللي كانت بتطلع مني ومنه من غير وعي. كل لمسة منه كانت بتحكي قصة، وكل بوسة كانت بتمحي وجع الوحدة. كنت حاسة إني بكتشف نفسي من جديد بين إيديه. الوقت ما كانش ليه قيمة، والساعات مرت وكأنها ثواني. لما هدينا شوية وهو لسه واخدني في حضنه وساند راسي على صدره، قال لي وهو بيلعب في شعري: هنقدر نرجع غرباء تاني يا سلمى؟ بصيت لسقف الأوضة وأنا لسه تحت تأثير السحر اللي عمله، وقلت في سري: مستحيل، الغريب ده بقى هو الشخص الوحيد اللي يعرفني بجد. فجأة وفي عز اللحظة اللي كنا فيها بره الدنيا، سمعنا صوت تكة خلت الدم يتجمد في عروقي، صوت مفتاح بيدخل في كالون الباب البراني. قلبي وقع في رجليا وجسمي انتفض كأن كهربا ضربت فيه. آدم برضو اتخش بمكانه وعينيه وسعت وهو بيبص ناحية باب الأوضة. ده جوزي، همست والكلمة طلعت مني بالعافية، وصوتي كان بيترعش لدرجة البكاء. آدم اتصرف بسرعة البرق، قام من السرير وبدأ يلم لبسه وهو بيهمس لي: البسي بسرعة، ادخلي الحمام. أنا كنت في حالة شلل، مش عارفة أحرك رجليا، بس غريزة الخوف حركتني. خطفت روب ولبسته وأنا بلف شعري المنكوش بأي طريقة. في اللحظة اللي كنت بقفل فيها باب الحمام، سمعت صوت باب الشقة بيتفتح وصوت وائل جوزي وهو بينادي: سلمى، انت صاحية؟ أنا خلصت الشغل بدري وجيت أفاجئك. كنت سامعة خطواته بتقرب من أوضة النوم. بصيت لآدم، كان لابس قميصه بس لسه ما قفلش الزراير، وشنطة عدته كانت في نص الأوضة. ما كانش فيه وقت يهرب، مفيش غير البلكونة أو الدولاب، والاتنين معناهم مصيبة. آدم بذكاء غريب وبدم بارد مسك المفك بتاعه ووقف قدام التكييف اللي كان شغال، وبدأ يفك الوش بتاعه تاني وكأنه لسه شغال فيه.
وائل دخل الأوضة وبص باستغراب. إيه ده؟ في إيه؟ طلعت أنا من الحمام، وشي كان لونه أبيض زي الورقة، وبحاول أرسم ابتسامة باهتة. وائل، حمد لله على السلامة، خضتني. ده المهندس بتاع الصيانة، التكييف باظ تاني فجأة النهاردة وطلبتهم ولسه ما خلصش. وائل بص لآدم من فوق لتحت، وآدم لف بوشه بكل هدوء ومسح عرق وهمي من على جبينه، وقال بنبرة صوت ما فيهاش أي ارتباك: حمد لله على السلامة يا أستاذ، المدام كانت لسه بتقولي إن حضرتك مسافر. الجهاز ده عذبني، السلك كان ملمس وعمل قفلة جوه، بس خلاص 5 دقايق وهقفل كل حاجة. وائل قرب من السرير ورمى مفاتيحه عليه. أنا قلبي كان هيقف، خفت يشم ريحة آدم أو يلاحظ إن السرير مكركب بزيادة. وائل قعد على طرف السرير وبدأ يفك كرافتته وهو بيبص لآدم بتركيز. غريبة، الساعة دخلت على 8، الشركة بتبعت فنيين لحد دلوقتي؟ آدم رد وهو بيقفل مسمار بكل ثبات: أنا شغال أوفر تايم يا فندم. وائل قام ووقف وراه بالظبط. أنا كنت حاسة إني هقع من طولي. وائل حط إيده على كتف آدم وقال له: تعبناك معانا يا باشمهندس، بس شكلك مجهد بزيادة، وشك معرق خالص. آدم لف وبص لوائل في عينه وبابتسامة خبيثة ما يفهمهاش غيري أنا. قال له: أصل الشغل في البيت ده متعب ومحتاج مجهود ما كنتش متخيله. وائل فضل باصص لآدم ثواني كأن الزمن وقف فيهم. نظرة وائل كانت غريبة فاحصة بزيادة، وأنا كنت واقفة سندة على باب الحمام وحاسة إن ركبي بتخبط في بعضها، خايفة يلاحظ ريحة البرفان أو يشوف خصلة شعري واقعة على الأرض، أو حتى يسمع صوت دقات قلبي اللي كانت طالعة من صدري. آدم كان أهدى مني بمراحل، لدرجة إنه كمل تقفيل وش التكييف وهو بيصفر بهمس خفيف وكأن مفيش وراه راجل بيشك في وجوده في الوقت ده. خلاص يا أستاذ وائل، الجهاز تمام والبرودة رجعت طبيعية. آدم قال الجملة دي وهو بيلم مفاتيحه وبيرميها في الشنطة المعدن، وصوت خبط الأدوات كان بيعمل صدى في الأوضة المكتومة. وائل بص للتكييف وبعدين بص لي وقال لي بنبرة هادية بس فيها نغزة شك: تمام، بس غريبة يا سلمى، انتي مش متعودة تدخلي حد البيت في وقت متأخر كده وانا مش موجود، ليه ما كلمتنيش تقوليلي؟ بلعت ريقي بصعوبة وحاولت أخلي صوتي طبيعي. ما انت عارف يا حبيبي، الصهد كان لا يطاق وموبايلي كان هيفصل شحن. آدم شال الشنطة ومشي ناحية الباب، وهو بيمر من جنبي طرف شنطته خبط في روبي، وحسيت بنظرة سريعة من عينيه كانت كلها تحدي، كأنه بيقول لي: ما تخافيش، أنا لسه هنا. الحساب كام يا باشمهندس؟ خلوها علينا المرة دي يا فندم، ضمان من الشركة على التأخير. آدم رد بذكاء ومشي ناحية باب الشقة. وائل راح وراه عشان يقفل الباب، وأنا انتهزت الفرصة دي ودخلت الأوضة جري. شديت الملاية، عدلت المخدات، ورميت علبة المناديل في الزبالة بمسح أي أثر للجريمة. لما وائل رجع الأوضة كان وشه هادي بس مش مريح، وبصلي وقال لي بصوت واطي: ريحة البرفان ده مالية الأوضة ليه يا سلمى؟ ريحة برفان غالي، هم بتوع الصيانة بقوا بيستعملوا كريد وسوفاج. جسمي اتشنج وبصيت له برعب، مش عارفة، يمكن عشان الأوضة كانت مقفولة والجو كان حر فالريحة سبتت. وائل قرب مني، مسك إيدي وبسها، بس عينيه لسه بتدور في الأركان، وقال لي بصوت واطي: وحشتيني، بس حاسس إن فيكي حاجة متغيرة، كأنك بتجري، نفسك لسه عالي. في اللحظة دي تليفوني اللي كان على الكومودينو نور، رسالة جديدة من آدم. عيني جت على التليفون والرسالة نورت الشاشة في الضلمة. كنت شايفة طرف اسم آدم وهو بيلمع. وائل كان لسه ماسك إيدي ونظراته كانت بتخترقني. في اللحظة دي حسيت إن روحي بتنسحب مني. وائل بص ناحية التليفون وقال ببساطة: مين اللي باعت رسالة في وقت زي ده؟ بمنتهى السرعة اللي في الدنيا سحبت إيدي من إيده وخبطت التليفون بظهره عشان الشاشة تطفي، وقلت بضحكة مهزوزة: دي أكيد أختي، أنت عارفها، ما بتعرفش تنام غير لما تحكي لي مشاكلها مع عيالها. سيبك منها دلوقتي، قول لي أنت عملت إيه في السفر؟ وائل مسكتش، فضل باصص للتليفون وبعدين بصلي وقام واقف: لا، هاتي أشوف، يمكن في حاجة مهمة.
مد إيده عشان ياخد الموبايل، وأنا في اللحظة دي حسيت إن مستقبلي كله بيتهز. لو شاف الرسالة، لو قرأ كلمة واحدة من اللي آدم بعتها، نهايتي هتكون النهاردة. وائل، بلاش السيطرة دي، أنا قلت لك أختي، وبعدين أنت لسه راجع من السفر، بدل ما تاخدني في حضنك بتدور ورا الموبايل. قلت الجملة دي وأنا بقرب منه وبحوط رقبته بإيدي، بحاول أشتت انتباهه بكل أنوثتي. كنت بستخدم السلاح الوحيد اللي فاضل لي. هو هدي شوية ولف إيده حوالين وسطي، بس عينيه كانت لسه زايغة في الأوضة. ماشي يا سلمى، هصدقك، بس الراجل ده، المهندس ده، مش مستريح له. حسيت إنه بيبصلك بجرأة بزيادة. سكت وما ردتش، بس قلبي كان بيدق بعنف. دخل وائل الحمام عشان ياخد دش، وأنا في ثانية خطفت الموبايل وفتحت الرسالة بصباع بيترعش. آدم كان كاتب: نسيت مفك صغير